السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بفيديو جديد. عندي هذه الأرنبة ولدت البارحة. طبعا البارحة كنت أريد أنزل فيديو وما صار عندي مجال خلاص. اليوم إن شاء الله راح ننزل. هذه ولدت 4. هذول صغارها مثل ما تشوفون. مخليهم مع بقية الأرانب داخل البيت. ان شاء الله بعد يوم او يومين راح اكمل مكان الارانب الجديد واحولهم هناك. هذا ذكر اخوها خليته معها، صار له يومين من يوم اللي ولدت، بس لحد الان ما تقبل التزاوج. كل مرة يجيمها مرات تنهزم ومرات تطلع صوت، يعني لحد الان بعد ما تقبل التزاوج. راح اخليه معاها الى ان يتزاوجوا مرة ثانية. خلينا نشوفكم باقي الارانب. هذول الارانب الصغار مثل ما تشوفون. طبعا اكو قسم منهم عمر 18 يوم، وقسم عمر 17 يوم، واكو كم واحد عمر 14 يوم. السود هذولا 14 يوم، مو كل السود طبعا. اكو قسم منهم هذا ذاك الصغار شوية عمرهم 14 يوم، والاكبر اكو 18 يوم اعمارهم، واكو 17 يوم. طبعا الحديقة تدمرت مثل ما تشوفون، لان دائما عندي الكبار حابسهم بهذا المكان، فمرات يطلعون. فمن يطلع واحد منهم بالليل يبقى يحفر. شوفوا شو مسوين عمل. مرات 2 يطلعون، مرات 3 يطلعون، فمن يطلعون يدمرون الحديقة. عموما ان شاء الله بعد يومين احولهم على مكانهم الجديد، وارجع ارتب الحديقة بعدين ان شاء الله. عندي هذا هجين هو، وهذا اذا تشوفون هذا اذنه نازلة، صار 4 ايام ما رفعها خلاص. مرات ينزل الاثنين. طبعا هو التيدي لو بتصير اذانه نازله، هذا ما اعرف ليش اذانه نازله. العلم امه انجورا وابوه ما اعرف شنو النوع ماله. اول من اشتريتهم خليت صورة امهم وابوهم بالفيديو، راح اخلي لكم رابط الفيديو القديم من اشتريتهم بالوصف، تقدرون تشوفون امه وابوه. بس هو عينزل اذانه، فما اعرف، راح انتظر اشوف راح اذانه ينزلون لو يرفعهم مرة ثانية ما اعرف. بس صار له 4 ايام هذه الاذن ما رفعها خلاص، ومرات ينزل هذه الثانية هم. اذا تشوفون اخوه راح على التراب، اذانه مرفوعة مثل ما تشوفون. هذاك ذكر وهذه انثى اللي اذنها نازلة. هذا ابن الدنفشة تذكروه. شوفوا شلون صاير مبهدل، لان مكانهم ما مريح طبعا وحار. بس ان شاء الله قريبا راح ارجعهم على مكانهم. هذول الهامسترات جبت كم واحد منهم. شوفوا هذا، خلينا ننزلهم. هذا يخاف لان صار لي فترة ما ماسكهم، يخافون الصغار. هذا صغير، هذا طبعا شوفوا عمره اصغر من هذولا. اول مرة يطلعون الهامسترات. هذا مرة طلعته هو والابيض، بس هذا الصغير اول مرة يطلع، وهذول الارانب الصغار اول مرة يطلعون. شوفوا هذول وين فايتين. هذا السكراب مال بيت الارانب القديم. طبعا هذا جبته جديد. وبعد عندي انثى لونها اسود. هذه ما اعرف شلون جو. اكو فتحات صغيرة اني سد المكان عليهم، بس اكو فتحات صغيرة يعبرون يجون على الحديقة. طبعا صار لي فترة ما عاد ارد على التعليقات، تعذرونا. يعني عاد تشوفون تنزيل ما يصير لي مجال انزل. هاي صار لي كم يوم، يعني مرات اشتغل من الصبح الى المغرب، لان المكان واسع بشكل يعني ويحتاج له شغل، ودائما اشتغل وحدي يعني. بس ان شاء الله بس اكمل باقي يومين ان شاء الله اكمل المكان، احولهم على المكان الجديد. وهم راح انزلكم فيديو. صورت بعض لقطات من كنا نشتغل يعني. ان شاء الله هم راح انزلكم اياها بفيديو جديد ان شاء الله بعد يومين او 3. شوفوا هذا الهامستر وين نزل على تراب مال البناء. طبعا خايف لمن دائما يسوي هذه الحركات. شوفوا يرفع يديه، خايف يكون.
هذولا لأن مشغول من زمان يعني فما نمسكهم، شوي يخافون. أما إذا تمسكهم منهم صغار يعني ما يخاف. هذا إذا امسكوا كم يوم راح يبطل يخاف. اسمعوا صوته لأن يخاف فلما امسكه يصرخ. بس لحظة 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 علينا، لحظة روح. بعد اكو واحد صغير اللي لونه ابيض، وين صار؟ شوفوا وين رايح، دخل. اكو ختلة بهذا المكان، راح دخل جوا. شوفوا وين راح، تعال جبان. جبان الشكل هذا. ما يقبل يمسكه طبعا، يصرخ ويخاف. طبعا هذول الارانب صار لهم كم يوم يعني يطلعون كلهم، فيرضعون من اي ارنبه تجي قدامهم يرضعون. مرات يرضعون من امهاتهم، مرات يعني كل واحد يرضع من ارنبه ثانيه، اي ارنبه تجي قدامه يرضع. والفرنسيه راح ازوجها مع هذا. شنو رايكم؟ هذا راس الاسد، خلينا نشوف انتاجه شنو راح يطلع. وممكن غزاله ازوجها مع هذا، خلي يطلعون لنا لون اصفر يعني مثل هذا لون غزاله اللي صورته قبل شويه. وين صار هذا؟ تعال. يعني طلعوا لنا لون اصفر مثل هذا، فاذا زاوجتها مع هذا ممكن يطلعون لون اصفر. فممكن ازاوج غزاله مع هذا، والفرنسيه هم راح ازاوجها مع هذا راس الاسد حتى نشوف انتاجه شنو راح يطلع. وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك بالقناة إذا ما كنت مشترك. والسلام عليكم ورحمة الله. شوفوا هذا من ياكل شعير. قبل شوية جبت لهم هذا الشعير.